السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة يوميات عادل ماشي. المقادير اللي قدامكم دي 8 أنواع، ممكن يكونوا 9 لو زودنا عليهم الشطة. ال8 أنواع من التوابل والبهارات دول دي بنعمل بيهم الدقة المصري. الدقة المصري مكونة من الحاجات دي اللي بنقول عليها: 3 معالق سمسم متحمص، 3 معالق سمسم متحمص اهو معانا، 3 معالق حمص اهو، حمص مطحون عليه شويه كركم صغيرين. حمص ده الحمص اللي بيباع بتاع السوداني عند اللب السوداني، حمص مطحون معايا. معلقه كمون، معلقه كزبره متحمصه، معلقه كبيره او معلقتين زعتر عشان الزعتر حلو، معلقتين زعتر زي ما انتم شايفين. عندنا جنزبيل مطحون حوالي معلقه صغيره. عندنا ملح، معلقه ملح. وعندنا نص معلقه ملح ليمون، نص معلقه ملح ليمون. دول الدقه اللي بتتباع مع الراجل بتاع السميد اللي هو السميد اللي في الشارع ده، او بتاع البيض بيدق. لو عملتيها في البيت للبيض حلوه جدا، البيض المسلوق ترش عليه طعمها حلو قوي. كده هنقلبهم مع بعض اهو يا جماعه، كل المجموعه دي نقعد نقلب فيهم عشان كده لازم كلهم يتجانسوا. ايه الدقه المصري اللي بنعملها تعمل وممكن بعيش برضه تتغمس بيها، ممكن تحط على الفطير يا جماعه، الفطير البلدي بتاع البيت ترش عليه رشه كده زي الفطير ابو زعتر والكلام من ده اهو. لازم نقلبهم جامد. لازم نقلب كله يتجانس، تطلع طعمها روعه. هنقول لكم على المقادير مره تانية وهكتبها لكم في صندوق الوصف. لكم مقادير تاني: 3 حمص مطحون اللي هو موجود عند بتاع السوداني لب السوداني، معلقه كمون، معلقه كزبره متحمصه، 3 سمسم صحيح متحمص، معلقه زعتر، معلقه جنزبيل صغيره مطحون، معلقه ملح صغيره، نص معلقه ملح ليمون، نص معلقه ملح ليمون. زي ما انتم شايفين كده قلبناها، وان شاء الله بألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.